هدخل على ايه؟ التعديلات. الادابتيشن. طيب الادابتيشن احنا قلنا فيها حاجتين، في حاجه اسمها بارامترز او بارامترايزيشن، في حاجه اسمها ليرنينج بروسيس. ليرنينج دي تعريفات. طب ايه اللي انا ممكن اعرفه من الاف ار؟ الحاجات المتوصله بالاف ار اللي هي ايه؟ دواسه الاكسلاتير، الدبرياج، الضافر. الثلاث حاجات دول اهم ثلاث حاجات انا ممكن اشتغل عليهم في التعريفات. طبعا هنا بيقول لي ايه؟ المفروض العمليات اللي انت هتعملها دلوقتي المكنه تكون ايه؟ بطشله. فوت ثروت الاكتويتر دي الدواسه. يعني ده احنا عملنا زي ما كنا عاملين من شويه كده. مسمينا دي 1، مسمينا دي 2، مسمينا دي 3. يبقى 1 ايه؟ دواسه الاكسلاتير. تمام؟ 2 الدبرياج. 3 اللي هو الضافر او النص غيار، او ساعات بيسموه بقى في الخليج يقول لك الفأسة. معرفش بقى حد. ايوه الفأسة. معرفش يعني جابوها منين، بس الفأسة دي عشان كأنها حاجة اتقسمت نصين. يعني واحد يقول لك البيض فأس، يعني البيض فأس. هم اخدوا الاسم ده من دي يعني الفأسة. فالفوت ثروت اللي هي دواسه الاكسلاتير، الدواسه اللي انت بتدوس عليها تسمع عندك في المكنه، زي ما احنا قلنا اي حاجه بتعملها داخل الكابينه ما بتروحش للكنترول نفسه، بتعدي على مرحله. دواسه بتسمع في الاف ار، والاف ار يدي اوردر للمكنه، يقول له الراجل ده دايس دوسه نص دوسه، فزود عندك ايه؟ زود الحقن مثلا. ان مفيش بوابه هنا، النقل مفيش بوابه هواء. الهواء داخل على طول، يعني مفيش حاجه بتحجزه، داخل على المكنه على طول. فاللي بيتحكم فيه اللي هو الحقن، ما تحكمش في الهواء. مفيش تعريف بوابه ولا اي حاجه من الحاجات دي. تعريف الدواسه، تعريف الدبرياج. طبعا الاثنين دول 2 و3 دول لو ايه؟ لو عصايه عاده. الاولانيه دي ثابته، دواسه الاكسلاتير ثابته مع الاف ار، مربوطه بالاف ار دايما، ما بتروحش غير الاف ار. ومع الام بي 4 برضه رايحه للكنترول اللي شبه الاف ار اللي هو اسمه سي بي سي. فهنا الاثنين دول لو العصايه دي كهرباء يبقى انا مش هدخل على الاثنين دول. طب نفرض انا ما اعرفش ودخلت جيت على ده برمجه الدبرياج، ودخلت واحد جايب لي عربيه ويقول لي برمجه الدبرياج، انا ما اعرفش بقى البرمجه بالاف ار ولا باليد ولا اول ما ادخل عليها مثلا يقول لي برمجه الدبرياج بعد تغيير الدبرياج، هو بينبهني يقول لي البرمجه دي على جي اس بتتعمل في العربيات اللي ما فيهاش جي اس. الحته دي وصلت؟ العربيه اللي ما فيهاش جي اس بعمل منها البرمجه هنا. طب لو فيها جي اس يبقى انت هتستنتج ان لا، انه مش من هنا. طب ازاي؟ يقول لي العربيات اللي فيها جي اس تعمل البرمجه من كنترول الجي اس. يبقى انا ممكن نسهلها شويه. لو عندي جي اس يبقى مفيش جهاز، عكس بعض. في جي اس مفيش جهاز. طب مفيش جي اس يبقى في جهاز. اربطها كده حرف الجي والجهاز، يعني حته كده. تمام.